جوه النادي وانت في المطعم وصلوا لحد ما انا شايف ده. وحاجه يعني او دي لوحات اللي على باب النادي دي. هو يعني لما نكسر لوحه نادي القرن على باب النادي يبقى ما هو نادي القرن. اصل نادي القرن دي في القلب والعقل والتاريخ، ما هياش يعني. لا يعني حصلت حاجات. تفسر ايه باللي حصل ده؟ بص يا كابتن عادل، يعني الموضوع من البدايه واخده كله فيه صراحه، يعني في فوضى عامه في كل شيء. بس ما نقولش اكتر من كده. طب ولادنا دول اللي هيفضلوا في حاله الفوضى دول كيف انضبط ادائهم؟ لان انا صعبانين على كلهم ولاد في مدارس وجامعات وحاجات كده بيتقبض عليهم. كابتن دايما من الاجيال اللي هي بتاعت عربيه ثانيه اهي. حتى الناس اللي كانت ماشيه واحده ست ومعاها اطفال بقى، ده كلام ده. ده كلام ده. الاجيال اختلفت. الاجيال اللي هي بتاعتنا كنت بتعرف تلاقي مثل اعلى ليك كبير تقتدي بيه. ليك كبير، عندك موروثات شرقيه. الموروثات الشرقيه دي فيها نخوه، فيها رجوله، فيها ايثار، فيها ايوه. انا ماشي من قدام النادي وما ماليش لا ليا حاجه في النادي ولا ليا حاجه بره النادي، بس لقيت ناس كتير قوي جايه من ورايا، بس فحتى حاولت اتدارى منهم، دورت على اي كاب في العربيه عشان البسه عشان ما حدش يشوفني بقى. لقيت واحد جاي بشومه راح مكسر الازاز دوت وضرب طبعا ده، وانا مش عارف انزل خالص، بس وازازه نطر في عينيا وفي تعويره هنا بس وخلاص. شايف ان اتعدد عليك عشان انت اصلا لاعب نادي الاهلي؟ ما هو واحد قال للتاني ده واقع الرياضه، هو لقيت الزمالك كله نازل عليا. مش مبرر طبعا. يعني ده انا لو قتلهم قتيل مش مبرر برضه. لا الحمد لله على كل حاجه، بس يعني انا مش فاهم ايه، يعني مش فاهم ايه اللي بيحصل، وما حدش يقعد يقول لي بقى روح رياضيه ويتصالحوا ومش يتصالحوا والكلام الفاضي ده. من هنا ليوم القيامه الاهلي والزمالك هيفضلوا في خناقات وفي مشاكل، والجمهورين هيفضلوا عاملين مشاكل، انما ما توصلش لقله الادب. دي قله ادب اللي حصل النهارده، ده بجد حاجه محزنه جدا. ويعني انا مش عارف اقول، انا صعبان على نفسي جدا يعني من اللي بيحصل. وفي نفس الوقت يعني هتعمل، يعني هعمل محضر ضد مين؟ يعني هروح اعمل محضر دلوقتي بالواقع بس عشان العربيه، انما انا كوائل رياض هعمل محضر ضد مين؟ ولا عارف اسم واحد ولا عارف اجيبه ولا مصر. يعني الزمالك كلهم كانوا، ده 80,000 كانوا موجودين النهارده قدام النادي ودشدشوا النادي ما تفهمش في ايه،